أهلا بيك. أنا ندى، وهذا الوقت لنا نحن الاثنين. في هذه المساحة ما رح نعطيك نصائح سريعة ولا حلول جاهزة. هنا نسمع للجسم، نفهم المشاعر، ونفكك الأشياء اللي تكسر طاقتنا الداخلية واحدة بواحدة. خليكي معايا، يمكن تلقي شيء كنتي حسيته لكن عمرك ما سميتيه. خليني نسقسيك سؤال. آخر مرة قلتي فيها أني تعبانة، قلتيها ولا حسيتيها؟ كاين فرق كبير بين كلمة تطلع مرة على مرة وكلمة تولي عادة. كاين امرأة تصحى كل صباح وقبل ما تفتح عينيها مليح تخرج تنهيدة. ما كانتش حياتها سيئة، لكن كلماتها كانت دايما ثقيلة. أني تعبانة، ما نقدرش، حياتي صعيبة، عليه غير أنا يصرى لي هك. لكن ما كانتش تعرف أنه كل كلمة كانت تدرب جسمها يعيش نفس التعب مرة أخرى. خليني نقول لك حاجة مهمة. الكلام مش غير صوت، الكلام إشارة. كي تقولي أنا تعبانة، جهازك العصبي يسمع ضغط، خطر، بريسيون. كيفاش يرد عليك؟ بتشنج، بنفس ضيق، بثقل في الجسد. الجسم ما يفرقش بين الواقع وبين كلمة تتعاود بزاف. الكلام هذا يصنع مسار عصبي يقول الدنيا صعيبة، ما كانش أمان، أنا دايما تحت الضغط. وهنا يدخل قانون الجذب في الحكاية بطريقة ما نحكوش عليها بزاف. مش الكون فقط ليسمع كلماتك، انتي تولي تشوفي العالم من نفس الحالة، فتنجذبي لمواقف تشبه تعبك، لأشخاص يشبه توترك، لأيام تثبت كلامك. مش لأنك هذا اللي حبيتيه، لكن لأنه جهازك العصبي راح عايشها كحقيقة. والآن خلينا نهضروا على الحل. مش مطلوب منك تكذبي على روحك ولا تقولي أنا لاباس وبخير وانتي ماكيش بخير. المطلوب فقط تبدلي الصيغة. بدل ما تقولي أنا متعبة ولا مانيش قادرة، قولي أنا محتاجة راحة. هي فقط مايندسيت تاع تفكير. قادر تقولي راني نمر بمرحلة، راني نتشافى، راني قاعدة نرتاح، وهكذا. سميتي الإحساس بلا ما تدربي جسمك على العجز. خلينا نجربوا حاجة مع بعض. خذي نفس عميق ودعيه يخرج ببطء، وقولي في داخلك أنا هنا وأنا بأمان في هذه اللحظة. جسمك يسمع هذا ويرتاح. وفي الأخير كلامك ما يحددش قدرك مباشرة، ولكنه يحدد الحالة اللي تعيشي بها، طريقك.
كوني لطيفة مع كلماتك، لأنه جسمك يسمعك طول الوقت. قبل ما نختم، راقبي كلماتك اليوم، مش باش تحاسبي نفسك، لكن باش تفهمي هل كلامك يريحك ولا يدرب جسمك على التعب. نلتقي في الحلقة القادمة.